ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل روست الرومي بطريقه سهله جدا بمكونين 2 بس هنحصل على نتيجه هايله. عايزه اقول لكم الديك اللي قدامكم ده انا كنت هعمله في مطعم بره، قال لي 700 جنيه تسويته مع الرز، ومن غير رز ب 500. قلت ليه؟ ان التتبيله بتاعتي مكونين 2 هحصل على نتيجه هايله. وبصوا الديك مستوي معايا ودايب دوب. عايزه اقول لكم اللي انا ملصماه عشان احطه في الطبق. بصوا بنطلع معايا حوالي نص كيلو من الزبدة دي، هطبخ بيها طول الأسبوع وصفات حلوة جدا إن شاء الله. أقدر أنا أوريها لكم وتقدروا تعملوا جنبه أي حاجة. عايزة أقول لكم بصوا سايب اللحم سايب من العظم. أهم حاجة ننزل نضغط لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان نتفرج على كل الفيديوهات. يلا بينا بقى نسمي الله وندخل على الطريقة بتاعتنا. عندي حوالي نص كوباية من الليمون، تمام بالشكل ده، وكوباية زبادي اي نوع بس تكون حجمها كبير زي ما انتم شايفين كده. هندوب بقى الزبادي في الليمون كده كويس جدا. هنحط بقى فلفل اسمر حوالي نص معلقه صغيره ونص معلقه كبيره ملح، تمام. هقلب بقى كده التتبيله بتاعتي واحط شويه روزماري وشويه شبت. التست ده بتاعي دوت علشان يعلي كده بس من الطعم ويدي ريحه حلوه معايا. عندي بقى الديك طبعا غسلاه ومنضفاه وعامله له محلول نقع يا جماعه، عباره عن معلقه سكر ونص معلقه ملح ومعلقتين من الخل، وسايباه في الميه حوالي ساعتين، تمام. تقدري بقى تحطي شويه فلفل، ورق لورو في محلول النقع دوت، تمام. ده بيخلي اللحم بتاعه لما نيجي نسويه يدوب كده ويستوي بسرعه. هنتبل بقى الديك من جوه ومن تحت الجلد ومن عند اللفخات. بصوا بدخل كده بالاسباتوله وتحت الجلد والجزء اللي فوق ده كله. طبعا انا لو قلبت الديك الناحيه التانية عشان اتبل الظهر، كل اللي فوق ده هيقع. فانا خلاص كده تبلت الجزء ده، دخله بس في الكيس الحراري بتاعي، وده اكبر حجم يا جماعه. دخله بالشكل ده واقلبه واتبل بقى الجزء اللي انا ما وصلتلهوش بالتتبيله، تمام. عندي حوالي كده بصتين، يعني 2 بطاطس او 3 حسب ما انت حابه حطي. البطاطس بيبقى طعمها حلو جدا 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 مع التتبيله دي، هتدوقوا احلى طعم. جربوا بس وقولوا لي رايكم في التعليقات بعد كده. هنقفل بقى الكيس بالشكل ده. الطريقه سهله وما بتاخدش وقت ابدا، نقدر ننفذها في اي نوع لحوم، دجاج او لحمه، اي نوع لحمه ضاني او لحمه عاديه او اي حاجه، هتدينا نتيجه حلوه. هفتح بس كده فتحتين في الكيس واحطه بقى في الصينيه، واحط كده حوالي كوبايتين 3 ميه، واتابع بقى التسويه. وكل ما الميه تنشف من الصينيه احط ميه. الميه بس هنا مش عشان التسويه، هو كده كده بيستوي جوه الكيس، بس علشان الصينيه بتاعتي ما تتحرقش. هنا كده طبعا لما الميه نشفت هفتح بقى الكيس، وخدوا بالكم وانتوا بتفتحوا الكيس علشان بيطلع كميه بخار عاليه جدا. شايفين بقى البطاطس انا مقطعها حجم كبير، علشان لو مقطعها حجم صغير هتدوب، يعني هتبقى يعني كأنها مهروسه، بس انا مقطعها حجم كبير علشان تبان كده. عايزه اقول لكم انها دايبه وكأنكم بتاكلوا زبده. بصوا بقى اللحم مستوي ودايب وطعمه حلو جدا. تست الليمون مع الزبادي ده بيطلع احلى نتيجه. مع السلامه.